السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد هنتكلم فيه عن ماتش المقاولين والنادي الأهلي. المباراة التي حقق النادي الأهلي حقق فيها الفوز طبعا بنتيجة 2-1 على نادي المقاولين. بمشاركة البودلة النهارده النادي الأهلي بيحقق الفوز 2-1. طبعا كان المتوقع إنه النادي الأهلي يكسب طبعا نادي المقاولين 2-1. النهارده الأهلي بيلعب بتشكيل يعتبر، مش يعتبر، هو بمعنى أصح إن هو كله من البودلة. يعني النهارده الكولر مستبعد التشكيله الاساسيه او معظم التشكيله الاساسيه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها الفتره اللي فاتت. مستبعد طبعا 11 لاعب من النادي الاهلي اللي بيشاركوا بصفه اساسيه مع النادي، ومستبعد الاهلي بيلعب من غير محمد الشناوي، بيلعب من غير مروان عطيه، بيلعب من غير حسين الشحات، بيلعب من غير علي معلول، بيلعب من غير محمود عبد المنعم كهربا. وطبعا النادي الاهلي مستبعد، او كولر بمعنى اصح، هو كولر مدرب ذكي شويه، استبعد اللعيبه دي على اساس ان هو مشارك، ان هو فوز النادي الاهلي النهارده من عدمه هو مش هيعني له حاجه او مش هيعني له شيء. هو طبعا القايمه اللي نزلت عشان ماتش النهارده دي نزلت امبارح بعد ماتش الزمالك وبيراميدز، بعد الراجل ما تاكد من ان الزمالك خسر وبيراميدز خسر، فاضطر ان هو يريح يعتبر نص التشكيل الاساسي اللي بيلعب بيه، او بمعنى اصح اغلبيه 8 او 9 لعيبه من التشكيل الاساسي اللي بيلعب النادي الاهلي فيه. وطبعا هو مش هيلاقي فرصه افضل من كده بانه يريح اللعيبه بتاعته. فرصه ان المنافس بتاعي بيتغلب امبارح، الاثنين الفرقتين اللي بينافسوني على الدوري بيتغلبوا امبارح، فبيحطوني في فرصه جيده بان انا اريح لعيبتي. النادي الاهلي بيلاعب نادي المقاولين، مع احترامي طبعا لنادي المقاولين. نادي المقاولين النهارده في المركز ال17 في الدوري، لعب 5 ماتشات، مجمع منهم نقطتين من تعادلين و3 خسائر. يعني بمعنى اصح مارسيل كولر ما كانش هيلاقي فرصه افضل من كده بانه يريح لعيبته عشان الماتشات الافريقيه اللي جايه. وطبعا زي ما احنا عارفين الاهلي ما بيقفش على لعيب، وبمعنى اصح ان اللي بيلعب هيأدي، ممكن يأدي كمان افضل من المستبعد. يعني النادي الاهلي النهارده بيبدا بمصطفى شوبير اللي هو لم يختبر النهارده غير في كره واحده بس، هي كره واحده اتشارت عليه في الدقيقه 70. طول ال 70 دقيقه ما نعرفش مين اصلا اللي واقف حارس المرمى للنادي الاهلي، بس النهارده مصطفى شوبير بيقف في حراسه المرمى، محمد هاني يمين، ياسر ابراهيم في القلب مع محمد عبد المنعم طبعا، كريم الدبيس مدافع ايسر ما شاء الله، يعني خامه كويسه وخامه مبشره النادي الاهلي. وبيلعب في خط النص بإمام عاشور ومحمد مجدي قفشه واحمد نبيل كوكا وطاهر على الشمال، والناحيه الثانيه احمد عبد القادر. محمد طاهر بيلعب على اليمين، محمد طاهر بيلعب ناحيه اليمين، واحمد عبد القادر بيلعب ناحيه الشمال. وطبعا المهاجم الوحيد انتوني موديست النهارده شفناه بيتحرك نوعا ما عن الماتشات اللي فاتت، شفناه ان هو يعني بيحاول يناور في قلب منطقه 18 لنادي المقاولين. عمل كذا كره، عمل كام